هلا والله، معاكم داي. أخيرا بعد الدعم الجبار قررت أنزلكم جزء جديد من عندما تغرد الحمير، والجزء تحديدا الرقم الرابع. لو أنت جديد ومالك فاهم أي شيء من السلسلة، في 3 أجزاء نزلت قبل هذا الجزء، روح وشوفن وتعال كمل هذا المقطع. لكن باختصار بنشوف تغريدات ناس أقل ما يقال عنهم أنه عقولهم في أرجلهم يا جماعة الخير. والآن خلونا نبدأ. التغريدة الأولى من نور، أتوقع نور، وكاتبة فيها: مين باقي تلبس عباية ونقاب؟ خلاص، لا دقيقة، هي مو هيك بتنقرأ. خلاص احنا وصلنا سنة 2025 وباقي يا بنات تلبسون عباية؟ خلاص تطوروا يا بنات. أنا بحياتي شفت كل أنواع الطيارات، السيارات، شفت قلم بقرأ أفكارك وبكتب عنك، شفت كثير أشياء متطورة بهذا الكون، ولكن بصراحة هذا نوع جديد من التطور. هذا التطور أول مرة بشوفه بصراحة. أنا ماني عارف مين اللي فهم إنه هذا هو التطور، إنه تطلع عريان هو تطور. ماني عارفان مين اللي فهم من هذا الشيء، الله المستعان. بس حرفيا أين عقولكم؟ بس أنا لا أراها، لازم أجيب دور تدور معانا. خلونا نشوف التغريدة اللي بعدها. فيصل ابن الكوكب، والله أهنيك على الاسم بصراحة، وحاطط صورة حمار وصورة سيارة مرسيدس، وكاتب صنع الله versus أو ضد صنع الإنسان. لا إله إلا الله. حرفيا هذا هو السبب إنه الدين زينة العقل. كثير بحكي هاي الجملة بمقاطعي، في كثير ناس ما أنا فهمانة معنى الجملة، ولكن حرفيا هذا هو معناه، الصورة اللي قدامكم. لا، والمشكلة وين؟ المشكلة إنه معترف بوجود الله وخلق الله، ولكن مو معترف إنه السيارة من صنع خلق الله. يعني رب العالمين هو اللي خلق الإنسان، والإنسان هو اللي صنع السيارة. شت والله ما كنت متوقع أشوف عدد كبير من الحيوانات الناطقة، لكن الظاهر لسه في كثير. غباء مو طبيعي والله. خلونا نشوف التغريدة اللي بعدها. أوكي، التغريدة من بعدها من لميل يسلم. أوكي، اسحبوا على الاسم. المهم مكتوب فيها: حقيقة لا نكران لها، الشاي مشروب العمالة والفقراء ومستحقي الزكاة وذو الدخل المحدود، لم يستطيعوا دفع ثمن القهوة فقرروا أن الشاي مشروب عظيم وأفضل وأعتق وما أشبه ذلك الهراء، والواقع أنه فقير أو مسكين لا يتحمل دفع تكاليف القهوة، فقال أن الشاي مشروب البسطاء. يا أخي ليش عم تحسسني وهي عم تقارن بين الشاي والقهوة كأنه عم تقارن بين كراسيدا وجي كلاس؟ على فكرة الفرق بين الشاي والقهوة هو يمكن $1 أو أقل حتى من $1. هذا بالنسبة لعنا بصراحة، ما عندي اطلاع كامل بالبلدان العربية، ولكن ما أتوقع فيها ذاك الفرق الكبير. بعدين القهوة والشاي بالكافيتريات وخصوصا في أوروبا كمان فخ كبير، حرفيا أكبر فخ شفته بحياتي. يعني عادي تدخل وتلاقي أسماء قهوة غريبة، وتلاقي السعر من 8 ل $10 بس لأنه اسمها آيس كوفي كابتشينو فرابتشينو باغيس سينيوريتا. حرفيا الله المستعان. بس ومع إنه طعم القهوة بيكون نفس طعم القهوة اللي بتسويه أنت بالبيت، حرفيا يمكن اللي بتسويه بالبيت أطيب لسه. خلونا نشوف التغريدة اللي بعدها. أوكي، عندنا صورة ومكتوب 2 بسعر 3، باين إنه محل ملابس. شت والله يا جماعة الخير، صاحب المحل شكله أدبي 100%، ما في مجال للشك. هذا أكيد بيقفل المحل من بعد أول أسبوع له حرفيا. خلونا نشوف اللي بعده. التغريدة اللي بعدها: ليش كمسلمين ما نجتمع ونعطي اليهود السودان بدل فلسطين؟ لا يا حبيبي، لا يعني لا تتهور، يعني مو هيك تنحل الأمور. والله لو إخواننا في فلسطين سمعوا هالكلام أو سمعوا عن الموضوع لحتى يقولوا لكم بدناش دعم، خلاص يا حبيبي سكر الموضوع. الآدم مفكر حاله عم ببدل سيارة بسيارة، ولا أنا ماني عارف أساسا. طبعا لا تنسوا إخواننا في فلسطين والسودان من الدعاء والمقاطعة كمان، يعني هاي أقل الأشياء اللي ممكن نحن نسوي لنا إياها، ولو بتقدر تتبرع فليش لا، الله يجزيك الخير. خلونا نشوف التغريدة اللي بعدها. التغريدة اللي بعدها من لج، ماني عارفان الاسم شو معناه أو ليش هيك الاسم. المهم البني آدم هذا مريض مرض مش طبيعي، أقسم بالله رايح يشتري جهاز من أبل، أكبر شركة صهيونية فيك يا كرة يا أرضية، $3499، وبمدح فيه بالفيديو ولا كأنه مقاطع ولا كأنه الناس لسه قاعدة بتموت، وحتى صورة مقطع أحمد أبو الروب. طبعا ممكن تحكوا لي أوكي إنه معاها حق وصحيح كلامه، ولكن حرفيا لو بتلاحظوا على بروفايله، بس لاحظوا على صورة البروفايل، حاملة آيفون 14 برو ماكس. فاهمين كيف؟ آيفون 14. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. صدق الله العظيم. كيفني بس معاكم يعني من كل شيء، نفيدكم بكل الأشياء، يعني نحاول قدر المستطاع. خلونا نشوف اللي بعده. طيب التغريدة اللي بعدها من بنت كاتبة: أنا مش عربية، أنا أردنية. ورد عليها روابي: أخيرا أحد اعترف، نعم أنتم ناطقون بالعربية ولستم عرب. رجعت ردت عليه وكتبت له: عرب وغصب عنك. والله اللي رد عليها عرف يلعبها صح، والله انك كفو، يعني غصب عنها خلاها ترجع تحكي انه هي عربية. والله ارفع لك القبعة، والله ماني عارف انا امتى رح اقدر اوصل لهذا المستوى من الذكاء.
امتى بقدر ارد على الناس بهاي الطريقه؟ خلونا نشوف التغريده اللي بعدها. اوكي، التغريده من بامبكن سبايس او ما بعرف بصراحه، زي ما قلت لكم اعذروني بالاسماء. اوكي، مكتوب طوله 30، دخوله صعب، دخول نصفه شوق، خروجه لذة وفرح. انتوا وياك شايفكم. اللهم بلغنا رمضان. يا جماعة الخير، كيف النية بالله؟ يعني النية طارت ولا لسه موجودة؟ خلونا نشوف اللي بعده. مواليد 2004 أصبحوا 24 عام. لا دقيقة، كيف يعني؟ واضح إنه أنت كمان أدبي، بس لا تشتغل مع صاحب المحل الملابس اللي ذكرناه بأول المقطع، لأنه صدقني راح تسكروا المحل على بكير. اوكي، والتغريده اللي بعدها من احمد وحاطط صوره الجوت. قسما بالله ودي الزواج مثل عقود الانتقالات، تاخذ بنت اعاره 6 شهور ما عجبتك على طول ترجعها لاهلها بعد ما تنتهي الاعاره، تاخذ بنت بعقد لمده 3 سنوات وتحط شرط جزائي بحال ما عجبتك ترجعها بيت اهلها، تاخذ بنت اعاره مع حقيه الشراء بحيث اذا عجبتك تشتري عقدها وتتزوجها. يا اخي هاي هي نهايه التأثير أو التعمق بشيء معين حرفيا. بس والله بصراحة يعني الفكرة مقبولة، يعني معقولة الفكرة. على العموم هون بنكون وصلنا معكم لنهاية المقطع، بتمنى يكون المقطع نال على إعجابكم بعد الإلحاح الكبير بآخر مقطع إني أنزل الجزء الجديد، فهذا هو الجزء الجديد. ولو حابين إني أنزل الجزء اللي بعده بأسرع وقت ممكن، حرفيا لو وصل هذا المقطع 3000 لايك فراح أنزل الجزء اللاللي بعده بأسرع وقت ممكن، وهذا وعد مني. وبس والله لو أنت مالك مشترك فاشترك بالقناة وحط زر اللايك، خلي المقطع ينتشر بكل مكان، ولا تنسى الكومنت وكل الاشياء الجميله. واهم شيء روح وتابعنا على الانستغرام، بنزل فيه اشياء رهيبه بتخص القناه. بس والله كان معكم داي وبيس. حلمنا نهار، نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الامل، وتهدينا الحياه اضواء في اخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا.